السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا كلكم بخير. يعني خطر على بالي سؤال، هو ليه الكفتة المصرية المشوية على الفحم هي واخواتها الطرب مثلا، حبيب قلبي، ليه الحاجات دي مش موجودة في العالم؟ يعني ليه لما بروح أمريكا الكفتة اللبنانية موجودة مع كل احترامنا ليها، والكفتة الإيرانية موجودة مع كل احترامنا ليها، والكفتة اليونانية موجودة مع كل احترامنا ليها، والكفتة التركية موجودة مع كل احترامنا ليها، بس مع كل احترامي ليهم كلهم، بس كل دول حاجة والكفتة المصرية حاجة تانية خالص 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 خالص. أكيد في واحد فينا أمه بتعمل كفتة فاهم اللي أنا بقوله ده يعني، أو أكل من محل كفتة من المحلات المحترمة زي حبيبي شاهين اللي هو في شبرا، واخد بالك؟ ليه بقى الكفتة المصرية دي بقى هنا؟ يعني يا جماعة هنا السندوتش مثلا عشان تاكل سندوتش كفتة ب10 دولار، يعني 10 دولار، الدولار ب40، يعني 400 جنيه السندوتش. طب ما احنا يعني نبعت يعني هي الموضوع، ما في عندنا ناس مصريين في كل حتة، في كل ما نعلم كام واحد ازاي نشوي الكفتة، ونجيب السياخ كفتة بقى ونصبع على نعمل الكفتة، ونبدأ نأكل الأمريكان دول، وبالذات نبدأ بالمكسيكيين منهم، هيفهموها هم بسرعة. دول ايه هو ده كفتة ايه ده؟ والايرانيين برضو لازم يسمعونا شويه، لان هم يعني كفتتهم حلوه، بس لا لا لا، الكفته المصريه. فانا يعني حاسس ان ده ممكن يبقى مدخل خير لمصر، ان احنا نبدا ننشر الكفته المصريه شويه في العالم كله، لان العالم محتاج كفته زي الكفته المصريه بامانه. العالم محتاج كفته زي الكفته، ويمكن لما احنا نصدر الكفته المصريه للعالم، واخد بالك، نحطه لهم في اكياس كده في الثلاجات والفريزرات، يمكن يجيبوا لنا دولار، ناخد الدولار نجيب بيه سولار يعني الكهرباء ما تقطعش. انا بحاول اساعد بلد يعني، واخدين بالكم؟ صباح الفل.